السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معاكم عبد الرحمن من قناة عبدو بلانيت. طبعا كل واحد فيكم سمع على السوشيال ميديا أو على صفحات التواصل الاجتماعي بقى أيا كان، سمع عن حاجة اسمها الفي ام وير. وإيه هي الفي ام وير دي؟ طبعا أنت تسألت إيه هي الفي ام وير وبتعمل إيه واللي الناس بتتكلم عنها. الفي ام وير دي عبارة عن فيرتشوال ماشين تقدر تحط عليها ويندوز 7، لينكس، اندرويد، اي حاجه في نفس الوقت اللي انت مشغل فيه جهازك، وتقدر تستعملها كسيرفر، تستعملها ككلاود، كأي حاجة في خيالك. وسهلة جدا، وتقدر تعملها وانت قاعد دلوقتي على جهاز الكمبيوتر بأسهل ما يمكن، وكل حاجة مجانا، مفيش حاجة بفلوس. احنا دلوقتي في 2024، مفيش حاجة اسمها تدفع فلوس في حاجة. تمام، يلا بينا نبتدي الشرح بقى. كل واحد فينا بقى دلوقتي عايز ايه؟ انت بقى عايز تعرف ايه بقى الفي ام وير دي وحواراتها اول حاجه يا سيدي هندور على البرنامج او السوفت وير. ايه هو السوفت وير؟ فاحنا السوفت وير اللي بنستعمله، اللي انا بستعمله يعتبر دايما واوبن سورس وكل حاجه، اللي هو اوراكل فيجوال بوكس. اوراكل فيجوال بوكس اللي هو اللي انتوا شايفينه ده بقى، ده اللي بستعمله. وده انا بقى ايه، انا ما عملتوش عندي ليه؟ يعني انا عايز مشكله تحصل عن اي حاجه اعرف احكيها لك في الفيديو. مثلا تروح مثلا جاي لك تقول لي في فيديو كذا، مش عارف ايه كذا، مش عارف ايه ومش عارف ايه. فدي هو دلوقتي ايه ده، رحت دخلت في سيشن باك، معلش. انا بقى اللي هنحمله اللي هو الويندوز هوست. نحمل الويندوز هوست، بص هيظهر لك اللي انت شايفه ده. ويلا وارجع لكم، وارجع لكم بعد ما خلص الداونلود بتاع الفيرتشوال بوكس. دلوقتي هنروح هنعمل له داونلود. دي نعمل له داونلود. طبعا الناس بتقول لي انت ايه ده، انت بتشجع رعد؟ لا، مش بشجع رعد ولا حاجه والله. في ناس طبعا مش لاقيين الخلفيه اللي انا حاططها اساسا، فنو بروبلم. يعني دلوقتي هنروح عاملين زي اي انستولر عادي. تمام، زي اي انستولر عادي هندوس يس. وطبعا هو اتحدث كده من اخر مره انا استعملته فيها، طبعا من 3 سنين اقل. اخر مره كنت بستعمله جامد. فيخلص الانستول وارجع لكم. ورجعنا لكم بعد ما خلصنا الانستول ونعمل ستارت. طبعا قبل البدايه خالص لازم تفعل، لو جهازك انتل بتفعل في البايوس عندك حاجه اسمها انتل في دي، اللي هي انتل فيرتواليزيشن تكنولوجي، اللي هو انت تخلي جهازك يعمل فيرتواليزيشن. انا بخليه بيسك مود. لو سهل. دلوقتي انت شايف الخلفيه اللي قدامك دي، اللي هو ايه؟ اعمل ايه بقى بعد كده؟ احمل الايزو او السوفت وير اللي انا هعمله. فانا في هجهز الفيديو الجديد معاك. ادي عايز احمل بروكسموكس، انا محمله قبل كده بس اعرف نحمله ازاي. طب ادي هو مثلا، ادي هو دخلت على موقع بروكسموكس اللي انا عايز احمله. اروح دايس داونلود طبيعي. طبعا في حاجات هنا، في زي ما انت ايزو انستولر، بروكسموكس باك اب سيرفر انستولر، جيت واي، مش عارف ايه. احنا نحمل ده ايزو انستولر. هتحمله، هيظهر لك هنا في داونلود بروكسموكس في اي 822 اهو. هو ده ايزو، لازم تبقى دوت ايزو. راح بقى نعمل هنا ايه؟ نيو، مش اد دي حوار تاني هنتكلم عنه. هنعمل نيو، هنسميها بروكسموكس. اوكي. بعد كده يقول لك ايزو ايمج، هنقول له اذر. بعد كده نروح مختارين المكان اللي احنا اخترنا فيه، حاطين فيه البروكسموكس. سيبك بقى هو ايه، في طبعا اعدادات لازم اشوفها، اللي هو السيستم نفسه، يعني ان ممكن تبقى عادي. فاشوف اعدادات البروكسموكس، لازم احدد له السيستم ايه. طيب عشان الفيرتشوال ماشين تعرف تعمل هاندل للاوبريتنج سيستم ده. فثواني وهرجع لكم. ورجعنا لكم. دلوقتي نروح هنخليها ونخليها ديبيان. ماشي، ديبيان 64. بعد كده هنا بقى نقف بقى براحتنا. هنا البيز ميموري اللي هي الرامات، انا
2 جيجا رام. البروسيسور زو كور، انت تشوف البروسيسور بتاعك كام بي، وانا عن نفسي وعن 8. بس انا هختار مثلا 2 جيجا رام و2 كور. تمام. الفيرتشوال هارد ديسك اخليها اعمل له يعني ياخد مساحه بقى من الهارد بتاعك. انا دلوقتي ياخد مساحه من الهارد بتاعي، مساحه 20 جيجا مثلا، للفيرتشوال ماشين دي او الجهاز. هنعمل جهاز دلوقتي، طبعا هتقول احنا كده خلصنا. لا، هتروح على السيتنج. بعد كده هنروح ايه، هنتشيك كده الدنيا تمام وصح. هنشيك في اللوبي دي خالص، وفي الديسبلاي مظبوطه، الاستورج مظبوطه، الاوديو نتورك بقى، علشان عامل إيه ده. في طبعا الناس هتستعمل كالي لينكس وحوارات تانية كتير ليها السيتنج بتاعت النتورك بتاعتها، لكن احنا عادي ان انا في الاخر اوصل ايثرنت، مش فدي مش معضله معايا. هندوس ستارت دلوقتي، دوس ستارت، هيقول لك باورنج في ام وير وكده. ثواني على حسب جهازك انت وضعته. انا عندي عشان اس اس دي وكده، بالنسبه لي الدنيا سريعه زي ما انتم شايفين، البروكسيموكس في ثواني، واقدر اهو انزله واعمل كل حاجه. بس هبتدي فيه طبعا. فان شاء الله كده احنا خلصنا فيديو النهارده. وده لو انت عايز تتابعني وتتابع المحتوى، ان شاء الله ده هيكون اول فيديو لو ابتدي بقى في المحتوى التقني وكده. وكان معاكم عبد الرحمن من قناه عبد بلانت، واتمنى الفيديو يعجبكم واكون اديت لكم معلومات قيمه جدا استفدتوا بيها. وكان معاكم عبد الرحمن من قناه عبد بلانت، وسلام.